حرب وتهديد وابتزاز، حصار وتجويع وانتهاكات، وقطع المياه عن الملايين من البشر. هذا ما تفعله الجارة تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا التي كانت وما تزال رغم ظروف الحرب والهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية والقوى المعادية واحة للاستقرار والأمان وملجأ لأكثر من 2 مليون نازح سوري. هذه التجربة الديمقراطية التي تأسست بمشاركة كل المكونات في شمال وشرق سوريا كانت هدفا لتركيا منذ بداية إعلانها، فحاولت وبكل الوسائل احتلال هذه المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين ضمن سياسة ممنهجة هدفها تغيير التركيبة السكانية عبر تشديد الحصار وقطع المياه وتجويع السكان، وبالتالي دفعهم إلى الهجرة والتشرد، ومن ثم استغلال ورقة المهاجرين لابتزاز العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي. ولطالما استغلت أنقرة هذه الورقة خلال سنوات الأزمة السورية للحصول على مكاسب مادية وسياسية. الكارثة الإنسانية والبيئية التي حلت على مناطق شمال وشرق سوريا لا تتعلق بقلة هطول الأمطار خلال هذا العام، بل أن السلطات التركية ومنذ سبعينات القرن الماضي بدأت بتحويل أنهر في شمال وشرق سوريا إلى مكبات لمياه الصرف الصحي ومخلفات المواد الزراعية عبر بناء سدود عملاقة وحفر أعداد هائلة من الآبار في الجانب التركي، ومن ثم بدأت وضمن مخطط بتجفيف الأنهار والروافد الصغيرة في سهول الخابور ودجلة والفرات، فاختفت العديد من الأنهار التي كانت تغذي آلاف القرى والتجمعات البشرية منذ آلاف السنين في الجزيرة السورية. وبعد عدة سنوات بدأت الأنهار المتوسطة بالاختفاء كالخابور وجقجق ونهر الخنزير وجراحي وزركان، والتي تحولت مجاريها إلى مجرد جداول موسمية لا يستفيد منها السكان سوى في مواسم الأمطار الغزيرة. وبدأت في الآونة الأخيرة بقطع مياه الأنهار الكبيرة أيضا كدجلة والفرات. خبراء ومنظمات إنسانية بالإضافة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حذروا مرارا من أن نهري دجلة والفرات سيواجهان نفس مصير الأنهار الصغيرة والمتوسطة بعد عدة سنوات في حال لم يتم ردع تركيا والضغط عليها لوقف هذه السياسة التي لا تضر سكان المنطقة فحسب، بل يمتد ضررها إلى العديد من المناطق الأخرى داخليا، كون هذه المنطقة هي السلة الغذائية لكامل سوريا، كذلك هي المصدر الوحيد للطاقة والثروة الحيوانية، ويمتد هذا الضرر إلى العراق أيضا. البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية والإدارة الذاتية بالإضافة إلى عشرات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تكشف أرقاما مخيفة عما فعلته تركيا خلال السنوات الماضية وإلى الآن بحق مناطق شمال وشرق سوريا، حيث أدى انخفاض وقلة مناسيب المياه في الأنهر الواردة من الجانب التركي وبشكل خاص نهري الفرات والخابور إلى زيادة نسبة التصحر وتدني إنتاج المحاصيل الزراعية وقتل الحياة البرية وزيادة نسبة التلوث في الهواء والتربة والمياه وارتفاع نسبة الأمراض. نهر الفرات. نهر الفرات هو نهر دولي تشترك فيه 3 دول هي تركيا وسوريا والعراق، لكن تركيا بدأت ما بين 1965 و 1974 ببناء أولى السدود عليه، وهو سد كيبان الذي تبلغ السعة التخزينية في بحيرته أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه، وتروي 900 ألف هكتار من الأراضي التركية.
ما بين عامي 1983 و 1989 أنشأت تركيا رابع أكبر سد في العالم على نهر الفرات، وهو سد أتاتورك، حيث تبلغ سعته التخزينية 48 ملياراً و700 مليون متر مكعب، علماً بأن إملاء بحيرة سد أتاتورك تحتاج إلى قطع مياه نهر الفرات كلياً لمدة عام ونصف العام، وتبلغ المساحة التي ترويها في حدود 1,027,000 هكتار من خلال أقنية ري كبيرة وعملاقة. كما أنشئت 7 سدود أخرى، منها سد كارابابا الذي تصل سعته التخزينية إلى 3 مليارات و430 مليون متر مكعب، وسد قاراكايا بسعة تخزينية تصل إلى 9 مليارات و540 مليون متر مكعب. كل ذلك ومع مشروع الغاب الذي بدأت تركيا فيه منذ السبعينات عبر بناء أكثر من 20 سد ونفق على نهر الفرات، والتي تروي مساحة 13 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في تركيا، أدى إلى انحسار غير مسبوق للنهر في الجانب السوري، وخاصة خلال العام الحالي الذي يعتبر الأسوأ على الإطلاق، وبالتالي أدى إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي المروية في شمال وشرق سوريا إلى أراضٍ بعلية، وخاصة في حوض الفرات الذي كان يغذي سدوده الثلاثة الطبقة والحرية وتشرين بحدود 640 ألف هكتار. وبما أن سوريا لم تعد تحصل على حصتها من مياه نهر الفرات إلا نسبة الثلث، فإن الأضرار على الزراعة تفوق هذه النسبة. احنا من المتضررين من نقص المياه بالكامل، ما حسينا ودرينا الا بفتره من الزمن، من شي 8 اشهر نزلت المياه دفعه واحده منسوبه 5 امتار مباشره. الاراضي الزراعيه قمنا نلحق المي، كل ما تنقص قمنا نطول الخراطيم ونتضرر اكثر. الحزبيه عندنا اراضي كلها خرجت عن الخدمه كامل، حتى المياه الجوفيه ما عاد تصلح، ندير المحرك 2 3 يخرج عنا الخدمه بالكامل. أضرار انقطاع مياه الفرات لم تقتصر على الزراعة، بل امتدت إلى كل نواحي الحياة، بما فيها نقص مصادر الطاقة وزيادة الأمراض وتدمير الثروة الحيوانية والسمكية، وبالتالي زيادة حالات البطالة لكثير من العائلات التي تعتمد على قوتها اليومي من النهر. وايام ما انقطعت المي من 8 شهور والله تخسرنا كثير بالسمك، كلياته شلنا وكبينا. اليوم مو شيء سهل اللي خسرناه، احنا خسرنا كثير. كان نحواضنا ما شاء الله، يعني كان نجيب لما كنا نحصد سمك اول كنا نحصد اطوان، والحسينات خساره كبيره. نهر الخابور يشكل حوض الخابور مع حوض الفرات أهم حوضين في شمال وشرق سوريا، ونتيجة بناء السدود العملاقة وحفر الآبار وإقامة المشاريع الضخمة وتحويل مجرى العديد من الأنهار والروافد في الجانب التركي، أدى إلى تحويل مساحات كبيرة من الأراضي المروية إلى أراضٍ بعلية في هذا الحوض، وبالتالي فقد مئات الآلاف من الفلاحين مصدر رزقهم الوحيد، واضطروا للهجرة سواء نحو المدن أو الهجرة نحو أوروبا. ومن أهم المشاريع التي خرجت عن الخدمة في حوض الخابور مشروع قناة ري تل منصور، وكان يروي مساحة 26,500 هكتار. مشروع قناة صفية، وكان يروي 11,000 هكتار. مشروع قناة تل هرمز، وكان يروي مساحة 9,000 هكتار بين جبل عبد العزيز ونهر الخابور. مشروع ري على نهر جقجق الذي كان يروي 4,000 هكتار بعد أن تم تحويل مجرى النهر داخل الأراضي التركية. مشروع قناة الجر الرئيسية، وكان يروي مساحة 3,350 هكتار. مشروع قناة تل مغاص، وكان يروي مساحة 3,300 هكتار من الأراضي الزراعية. مشروع قناة المناجير، وكان يروي مساحة 2,400 هكتار. مشروع قناة تل جلاد، وكان يروي 600 هكتار. بالإضافة إلى ذلك
جفاف سدي الحسك الشرقي والغربي، والتي كانت سعتهما التخزينية تصل إلى 325 مليون متر مكعب، وخروج محطة توليد الطاقة الكهربائية في السد الغربي عن الخدمة. إجمالاً كانت مساحة الأراضي المروية في إقليم الجزيرة وحدها عام 2012 أكثر من 513 ألف هكتار تعتمد على المياه الجوفية، وفي حدود 83 ألف هكتار تعتمد على المياه السطحية، بينما وصل إنتاج الإقليم من القمح والشعير والقطن إلى 1,652,067 طناً. المساحات المروية حالياً من المياه الجوفية في الإقليم لا تتجاوز 167 ألف هكتار، والمساحة المروية من المياه السطحية هي أقل من 13 ألف هكتار، وهو ما يعني تدهور إنتاج الزراعة المروية أكثر من الثلثين. والله الخابور أول يوم كان خابور شنا عايشين، والله لا سجر يموت، لا يعني عايشين حتى من السمك عايشين، يعني مو بس المي. هسه السجر مات، البيار حتى ميتها راحت. خابور كان سمك معبي سمك، ما نعبر الا بالسفينه، يعني كانت الحياه غير شيء. هسه الحياه صارت من دون خابور جحيم يعني. نهر دجلة. ينبع نهر دجلة من جبال طوروس في تركيا، ويعبر الحدود السورية تركيا، ويسير داخل أراضي سوريا بطول 50 كيلومترا تقريبا، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند قرية فيش خابور. أنشأت تركيا سد آليسو على نهر دجلة، وهو سد اصطناعي ضخم افتتح في شباط فبراير عام 2018، وتم البدء في ملء خزانه المائي في الأول من حزيران يونيو عام 2018 ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، أو ما يعرف بمشروع الغاب، والذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية وتخزين المياه. وفي ديسمبر عام 2008 علقت شركات أوروبية تمويل السد، ومنحت تركيا فترة 180 يوما للامتثال للمعايير الدولية. وفي يونيو عام 2009 وبعد فشل الالتزام بالمعايير، قطعت الشركات الأوروبية رسميا تمويل مشروع سد آليسو الذي أغرق مدينة حسنكيف الأثرية والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، إذ تعتبر أقدم مستوطنة بشرية في المرحلة النيوليتية، أي قبل 12 ألف سنة. وستغمر مياه البحيرة أكثر من 300 موقع أثري وتاريخي على ضفاف النهر، كما تم إخلاء السكان المقيمين في المنطقة، وألحقت أضرارا كبيرة بالعراق وسوريا. ضمن سياسة تعطيش شمال وشرق سوريا وحرمان سكانها من المياه بما فيها مياه الشرب، منعت تركيا ضخ المياه في محطة علوك التي يعتمد عليها حوالي 1,000,000 شخص، بما في ذلك عشرات الآلاف من العائلات النازحة التي تعيش في المخيمات. ومنذ احتلال المحطة من قبل تركيا تعطلت عملية الضخ لعشرات المرات. وفقا لتقارير دولية، فإن العائلات تلجأ إلى مصادر المياه التي من الممكن أن تكون غير آمنة، أو إلى الحد من استهلاك المياه، مما قد يسهم في زيادة الأمراض المنقولة بواسطة المياه، والتي من المحتمل أن تكون فتاكة، ويزيد من تقويض نظام الصحة العامة مع انتشار وتزايد حالات كورونا ومحدودية توفر اللقاحات. مي سيء جدا، المي عم تجينا بالصهاريج وما تكفي، والمية يعني مو صالحة للشرب، مية ثقيلة مو مية خفيفة، مية ثقيلة يعني تشربها أحيانا تشرب كاستين مي بطنك توجعك، مصارينك يوجعوك، يعني مو صحية. مي ما عندنا مي يعني مأساوية، يعني أن مي قليلة جدا، يعني هسه بمشاكل بالمخيم نور المي. من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الرسمية أن أعداد الثروة الحيوانية في انخفاض مستمر في مناطق شمال وشرق سوريا، ففي عام 2007 كان عدد رؤوس الأغنام في الجزيرة 3,009,281 رأساً،
لكن هذا العدد تراجع عام 2016 إلى 1,532,042 رأساً بسبب شح المياه وجفاف الأنهار وتراجع مساحات المراعي الملازمة للأنهار، إضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى التي تتعلق بظروف الأزمة السورية. التجاوزات التركية لم تقتصر على قطع المياه فحسب، فقبل أكثر من 20 عاماً حقنت شركة النفط التركية الطبقة الصخرية المائية في منطقة مديات التابعة لمحافظة ماردين بكمية 478 مليون برميل من المياه الملوثة بالنفط الخام والمواد الكيميائية، وذلك لضخ النفط من الآبار المستكشفة وفق ما أكدته منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية تملك مكاتب في أكثر من 40 دولة في العالم. وقد طالبت المنظمة بوقف الضخ لأنه سيؤدي حكما إلى تلوث الحوض المائي في المناطق المجاورة للمنطقة، وهي بكل تأكيد مناطق شمال وشرق سوريا وحوض الفرات، لأن الميل العام للسطح هو من الشمال إلى الجنوب، علما أن المنطقة التي حقنت بالمياه الملوثة بالنفط الخام والمواد الكيميائية لا تبعد عن الحدود السورية أكثر من 25 كيلومترا، ما سيؤدي وخاصة في فصل الشتاء إلى جرف المياه الملوثة والبقايا النفطية إلى المنطقة. إذن فالقضية ليست متعلقة بالجفاف فقط، بل أن تركيا حولتها إلى قضية سياسية وإلى حرب على أهالي شمال وشرق سوريا لدفع الذين تمسكوا بأرضهم رغم سنوات الحرب والتدمير إلى الهجرة والتشرد نحو بلدان العالم عبر قطع المياه وفرض المزيد من الحصار عليهم وكسر إرادتهم، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا للضغط على أنقرة للعودة إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص المياه ووقف انتهاكاتها، لأن القضية تخص العالم أجمع، ولن يقتصر الضرر على سكان المنطقة، بل إن تأثير هذا الإجراء غير القانوني قد يمتد إلى العديد من الدول وأولها الاتحاد الأوروبي. والصمت على هذه الانتهاكات يعني المزيد من التدمير للمناخ والتوازن البيئي، بالإضافة إلى مزيد من الضحايا والنازحين.